السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله راح ندير كبدة مشرملة بالطريقة تاعي الخاصة. إن شاء الله راح ندير لكم على طريقة المطاعم. أول حاجة نسحقوا كما راكم تشوفوا معايا حبة بصل وربع فصوص تاع الثوم، نربيهم في الرقيق كما راكم تشوفوا معايا، نشفوهم الماء ومن بعد نضيف عليهم الزيت. أنا الكبدة تاعي يعني نزيد لها شوية بصل باش يعني تبقى لاصوص تاعي باش ما تجيش مايهة. نزيد نضيف معاها حبة تاع طماطم كبيرة كما راكم تشوفوا، نقلبهم على بعضاهم. يعني الطريقة هذه تخلي يعني لاصوص تاعنا تجي خاطرة ومنجيش منها. كيما نسحقوا لي زيت باش معايا كمون، فلفل كحل وملح وشوية تاع الصبر. راكم تشوفوا نص مكعب يعني تاع جنبو لاصوص تاعي شوية. نجي نسحقوا مغرب تاع طماطم مصبرة، نقليوهم يعني على نار متوسطة، نخليهم يعني كما نقولوا يقل مليح. هنايا انا عندي نص كيلو تاع كبده بعد ما كنت يعني غسلته مليح يعني وقطعته قطع كما راكم تشوفوا معايا. يعني بعد ما تقليت البصله تاعنا والطماطم يعني لي زيتوس كامل كما قلت لكم، انا الكبده تاعي يعني ندير لها البصل يعني كما نقولوا باش يجي مشرمله معنا، يعني كون نديروا لها الثوم بق كما نقولوها والطماطم تجي شويه سمجه شويه خفيفه. نقليوها مليح كما راكم تشوفوا معايا. بعد ما تقليش مليح نضيفوا لها كاس تاعنا فقط، يعني ما تديش وقت معانا بزاف. يعني الكبده المشرمله يعني كما نقولوا لاصوص هي كما نقولوا لاصوص هي صح، يعني البنه كامله تروح في لاصوص كما راكم تشوفوا. بعد ما قليتها مليح يعني نمرقها غير شويه ونخليها تطيب. هاو الشكل تاعها النهائي كما نقولوا. هاي راهي وجدت معنا. ان شاء الله يا ربي تعجبكم الطريقه تاعنا تاع نهار اليوم، وإن شاء الله تجربوها. وما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. إن شاء الله يا ربي تكون كنت خفيفة ظريفة معكم، وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة، ومع السلامة.